يلا رجعنا لكم تاني ومجموعة تانية من الأفكار باستخدام الأزايز. ادي أول إزازة وهنستعملها برضو ونعلم بنفس الطريقة كده، نعلي كده بالقلم بحاجة ونعلم. والفكرة دي هنبقى محتاجين 4 أزايز، هنقطع بنفس المقاس ال4 زي بعض، ومعانا كرتون ومعانا ورق فوم واللزق طبعا أو الشمع حسب ما يبقى متاح عندك. بناخد هنا 15 سنتي في 15 سنتي الكرتونة وبتقطعيها، وبرضو قبل ما بتقطعيها بالمقاس بتقيسي على مقاس الكوبايات اللي انت عملتيها. ماشي، وبتلزقي الفوم في القاعدة بتاعة الكرتون وعليهم الأزايز. سهلة وبسيطة والفكرة حلوة قوي، هتستعمليها في حاجات كتير انتي تنفعك، يعني في المطبخ تنفعك على السراحة. هنا بقى ورقة ملونة أو قماشة ملونة عندك، وبنقطعها بالمقاس بتاع القاعدة بتاعة الأزايز، بس بزيادة شوية علشان هنرفعها لفوق، وهنبدأ نلزقها في الأزايز تبقى متغلفة كويس، ومن نفس القماشة أو من لون تاني حسب ما يبقى عندك والمتاح بالنسبة لك. وهنعمل لها زي بطانة برضو من الفوم علشان تنشفها شوية، وهنبدأ نلزقها حوالين ال4 قطع من الإزاز اللي احنا عملناها، يعني كأنك عملتي منظم ميك اب، أو برضو لأدوات مطبخ أو حاجة. معانا برضو إيطان، المرة دي هو الإيطان رفيع شوية مش عريض قوي زي التاني، وهتلفيه بالطريقة اللي تعجبك. هو هنا مش عاملها للآخر، بما اني طبعا القماش اللي فوق مشجر وشكله حلو وماشي جدا مع آه، الأزايز. بنجيب بقى مجموعة برضو من الإيطان وبنلزقهم في بعض كده، وهنبدأ نعمل زي ضفاير. طبعا المقاس بيبقى واحد في الطول، ماشي، والضفاير طبعا بتبقى بالمجوز يعني عشان يديكي ضفيرة كويسة. وبتبدأي تلزقيها في الأزايز من جوه كده، وبرضو بتعملي ضفيرة بقى على ارفع شوية وتبقى من بره. برضو لو لون تاني بيعجبك انتي قلنا قبل كده احنا بناخدوا الافكار والفينش والديكور ده بيبقى بتاعك بيرجع لك في الاخر. هي كل واحد طبعا بيبقى ليه ذوقه واختياراته. هنا بتقفل برضو الكوبايات من فوق بالايطان كده، ويبقى شكلها حلو عشان ما تبقاش، علشان برضو ما تجرحش ايديكي لو جيتي استعملتيها. وكده هتبقى منظم ميك اب، تقدري تحطي فيه ادوات مطبخ، اي حاجة انت تستعمليها. تعالوا نشوف الفكرة التانية بجيركل برضو. معرفش ايه حكاية الازرق معانا، بس ما علينا. اخدت القطعة اللي من تحت، هو يعني جيركل شاور، وبرضو بقطعة من القماش هتغطي القاعدة بتاعته وهتلزقها بالشمع وتقفلها، بحيث ان برضو القاعدة بتاعته دي تبقى متقفلة بقطعة من القماش. برضو لو عندك ورق فوم مش عايزة قماش براحتك. هنا برضو لزقتها بدل الخياطة، لو عندك مكنة بتتنيها على المكنة، وبرضو بتبقى عاطية شكل أحلى من اللزق. يعني نقوله دي ونقوله دي. تعالوا بقى هي عملت ايه هنا. طبعا بتسويها كويس وبتبدأ تعملها على الجزء اللي من فوق برضو بالشمع كده، يعتبر حطت القماش فوق وتحت وثابت في النص فاضي. هتجيب اي حاجة كده بحيث ان هي تعلي تعلم بالقلم، وهنشوف هتعمل ايه بعد ما علمت بالقلم. طبعا هنا خلاص اخدت المقاس وعرفت هي هتحط الايطان فين بالظبط علشان ما تبقاش متلخبطة. هتبدأ بقى بالشمع وهتركب الايطان اللي هي عاملاه، هيبقى شكله حلو قوي في نهاية الموضوع يعني. حلو الايطان. طبعا انت بتفضل تلف وتلزق تلف وتلزق بالشمع علشان يبقى ماسك نفسه جامد. بصوا عملت القطعتين، وبرضو الايطان هتلزق جزئية كده اهو، وهتبدأ تجيب
اي حاجة بقى رفيعة هتبدأ تخرم بيها. لو عندك انبوبة اللحام دي، دي حلوة قوي، بتسهل في التخريم. وهتلضم كده وتدخل الخيط من الخرام دي، وهتلزقها بالشمع، وهتبقى تعلق فيها التانية، يعني كأنها علاقة بدورين. وتقدري برضو تستعمليها لأي حاجة، بتزينيها في أوضة الأطفال، تستخدميها لدبابيس طرح، لتوك، بتعلقيها عند السراحة. يعني انتي برضو استخدامك، حطي فيها اكسسوارات، التوك بتاعت أطفالك، حابة تحطي فيها حاجات كده في المطبخ كده تديكي شكل برضو في ركنة. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير.